السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. عيد اضحى سعيد عليكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. تعالوا بقى النهاردة كده هنتفسح فسحة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. احنا رحنا اتفسحنا في جبين الكوم محافظة المنوفية. طبعا ناس كتير ما تعرفش ان انا من المنوفية، بس انا يعني قاعدة في الجيزة. اول مره يعني اصور لكم فيديو في المنوفيه في جبين الكوم. بجد اوريكم بقى المنوفيه على اصولها جميله ازاي وحلوه جدا، وهقول لكم على يعني الاماكن اللي انتوا تتفسحوا فيها. اماكن هتعجبكم جدا. النهارده بقى احنا في محافظه المنوفيه زي ما قلت لكم. محافظه المنوفيه طبعا من اهم المحافظات اللي موجوده يعني في وسط الدلتا. النهارده بقى هنوريكم كده شوارع وأماكن حلوة جدا، بالأخص في مدينة شبين الكوم جميلة جدا. احنا طبعا أول حاجة رحنا حديقة كده اسمها حديقة 30 يونيو، دي موجودة في شبين الكوم. جميلة جدا، فسحتنا يعني ومرجحنا ولادنا وكده. وطبعا في هناك برضو قرية مشهورة اسمها قرية العلياء، جميلة جدا على اسمي برضو اسمها قرية العلياء. حلوة جدا، يعني لو حبيتوا برضو تودوا اولادكم فيها ويتفسحوا هتلاقوا فيها ألعاب حلوة قوي. احنا التذكرة من بره بتقطعيها ب5 جنيه، ومن جوه اي لعبة من اول 10 لحد 15. يعني بجد اسعار حلوة قوي. طبعا بقى اللعبة دي برضو ابن زياد ركب فيها، بس انا كنت خايفة اركبه فيها الصراحة. بس هو يعني كان نفسه يركبها وكده، فقلت له يلا خلاص اركب بقى، وان شاء الله ربنا ستر الحمد لله. يعني كده عشان ما اطولش عليكم مرجحناهم والحمد لله. رحنا بقى بعد كده هنروح على شارع باريس. شارع باريس عايزه اقول لكم يعني من اهم الاماكن الجميله اللي موجوده في جبين الكوم. بجد مكان جميل جدا حلو قوي. هصوره لكم وهوريكم الاماكن الموجوده فيه هتعجبكم جدا ان شاء الله باذن الله. الجوله تعجبكم وتنبسطوا معانا، وما تنسوش بقى كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وانا عند والدتي بقى كل سنه وانتوا طيبين هصور لكم فيديوهات حلوه جدا هتعجبكم، وهخلي ماما تصور لكم برضو فيديو. انتوا بتحبوا الفيديوهات بتاعتها، فان شاء الله باذن الله برضو الفيديو اللي هينزل بعد كده ماما هي اللي هتنزله باذن الله. عايزه اقول لكم بقى يعني مدينه شبين الكوم من المدن يعني اللي تطورت بشكل كبير جدا، حلوه جدا. يعني بجد انا يعني ذهلت اول ما نزلت والله بجد. يعني حلوه والاماكن فيها جميله جدا ونظافه. يعني النظافه فيها بجد روعه، انتوا هتشوفوها معايا وهتنبهروا بيها. بجد من المدن الجميله جدا محافظه شبين الكوم. يلا بقى تعالوا كده نشوف هنروح على فين. عايزه اقول لكم يعني هوريكم اماكن حلوه جدا هتعجبكم. كل بقى الالعاب اللي موجوده هناك جميله جدا وحلوه قوي، واسعارها جميله جدا بجد. يعني الاسعار حلوه قوي. عايزه اقول لكم كمان الاسعار في جبين الكوم انا ذهلت والله بجد. يعني بالنسبه يعني انا كمني قاعده في الجيزه وكده، فالاسعار رخيصه جدا وحلوه قوي، وكفايه هناك النظافه والاكل نظيف، كل حاجه جميله جدا بجد. فاخدكم بقى معايا كده وانتوا هتحكموا وتشوفوا بقى. كفايه الجو بجد، الجو هناك تحفه كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شايفين الجمال. طبعا هنا بعد ورا كده في كورنيش النيل هوريهولكوا، بس انا ما صورتش فيه. يعني احنا خدنا تاكسي كده من قدام الكورنيش ورحنا شارع باريس. عايزه اقول لكم الكورنيش بقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده نظافه، وعاملين قاعده كده تقعدي كده قدام الكورنيش، حاجه كده ترد الروح، جميله جدا. بصوا شايفين الجمال. احنا كده ركبنا تاكس ورحنا على شارع باريس. شارع باريس بقى ده موجود فيه كل حاجه ممكن تتخيليها. يعني على اليمين محلات اكلات بقى، بصي ملابس اطفال ومحلات وبراندات. يعني الشوارع هناك جميله جدا ونظيفه جدا. طول ما انتي ماشيه المنظر روعه، تحسي ان انتي في اماكن جميله جدا، يعني مكان نظيف جدا بجد. يعني انا انبهرت يعني بالنظافه والجمال اللي شفته والله بجد. انا كان بقالي كتير ما نزلتش، فحبيت ان انا اصور لكم فيديو بقى عشان تاخدوا فكره.
يعني وفيها اماكن حلوه جدا، فيها نوادي كتير جدا ممكن تاخدي اطفالك وكده وتتفسحي فيها، وفيها كافيهات وفيها محلات وفيها محلات اكل كتير جدا. يعني كل المحلات الاكل اللي موجوده في مصر لانها ما شاء الله مفتوحه كلها في شبين الكوم، حلوه جدا. وشارع باريس ده كمان اول مره انزله الصراحه، بالتالي هو جديد يعني بقاله 4 سنين او 3 سنين. بس صراحه شارع نضيف جدا وشارع جميل جدا، هصور لكم فيه واقول لكم بقى احلى الاماكن اللي انا روحتها ايه وكل حاجه بجد. هقول لكم كمان بقى على مكان انا روحته بس عشان يعني ايه خلاها مفاجأة، حلو جدا هيعجبكم. بصوا شايفين طول ما انتي ماشيه كده المنظر بتاع البيوت وبتاع المحلات شكله تحفة. بصوا كمان العماير اللي مبنية يعني حاجة في منتهى الشياكة كده والرقي، جميلة جدا. بصوا شايفين النظافة والجمال بجد والله، يعني تحسي ان مفيش ورقة مرمية في الارض. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو عشان برضو في جولة كده هنروحها ان شاء الله هتعجبكم برضو. بصي طول ما انتي ماشيه تحسي ان انتي في شوارع كده جميله ونظيفه، وبجد يعني شابوه المحافظ اللي ماسك شبين الكوم، بجد نظيفه جدا وعامل فيها كمان يعني تطورات حلوه قوي، وبجد عجبتني وجميله جدا، احنا انبهرنا بيها بجد. مش عشان انا والله من المنوفيه، لا بجد شبين الكوم حاجه كده تحفه. احنا بقى نزلنا شارع باريس فلقينا واحد بقى طبعا واقف بتين شوكي، فطبعا لازم اجيب تين شوكي، وجوزي بقى جاب لنا تين شوكي بقى. وقفنا كده كلنا عادي يا جماعه كده، النبي عربي، فوقفنا كلنا على العربيه عادي. طبعا بقى احنا جبنا بعد كده جبنا شاورما من عند دمشقي حلو جدا. احنا جبنا بصعوبة والله بجد. بص عايزه اقول لكم المحل موت زحمة قوي، يعني الدمشقي ده هو موجود في شارع باريس، اول ما تنزلي على طول هتلاقيه في وشك. احنا جبنا شاورما لحمة زي ما انتم شايفين كده، وشاورما فراخ، وابني برضو جاب اللي هي الشاورما السوري. بصوا بقى هنا المخلل نضيف ازاي، حاجة نظافة كده. و اللهم صل على النبي. التومية جميلة جدا وحلوة قوي. احنا بقى طبعا عشان المحل كان زحمة فاحنا طلبنا يعني وقفنا وطلبنا وخدنا الاكل، قعدنا في كافيه كده في وش المحل على طول. كان الجو الصراحة عايزه اقول لكم الجو كان تحفة. فقعدنا بقى في كافيه كده. بصوا انا بوريكم اهوت، يعني بصوا العماير دي قدامنا كده وتحتها المحلات بتاع بقى دمشقي وبتاع كل حاجة موجودة، المحلات كلها بصوا وحتحوت وكل حاجة موجودة. وقعدنا كلنا بقى الحمد لله. بعد كده اتمشينا. لازم نروح يا جماعة فين بقى؟ احنا فين؟ احنا في صفصف. عايزة اقول لكم صفصف ده يعني كحلواني في شبين الكوم، له اسمه وشهرته مش محتاج اللي انا اتكلم عنه. صفصف بجد بجد له شهرة يعني وليه يعني هو الصراحة بجد زي ما قلت لكم ليه اسمه وليه شهرته. هو اجمد يعني واحد بيقدمه منتج بجد اللي هو جميل جدا ونضاف جدا. وبجد يعني عايزه اقول لكم احنا كنا من عنده ايس كريم بجد انا ما اكلتوش في حياتي والله العظيم، مش ببالغ خالص. الايس كريم عندهم طعم تاني، حاجه تانية يعني بجد. الايس كريم ممكن يعني احلى ايس كريم بجد ممكن تدوقيه في حياتك. عندهم بقى جميع النكهات بقى وجميع الأطعم، يعني بالفراولة والتوت والمانجا والفانيليا ولا بالليمون وكل حاجة زي ما انتم شايفين كده. انا مصوره لكم الايس كريم كله. عايزه اقول لكم حاجه كده نظافه وشياكه. والاسعار يا جماعه تحفه، الاسعار جميله جدا. انا هسيب لكم طبعا الارقام بتاعتهم، وهسيب لكم عنوانهم وكل حاجه. بصوا شايفين جمال الايس كريم عامل ازاي بجد والله العظيم بجد. يعني انا دخلت وكلت ايس كريم في اماكن كتير جدا ان كانت موجوده في مثلا في اي حته انا روحتها في الجيزه في القاهره في كده، والله العظيم انضف واحد دقت من عنده الايس كريم
غير كده كمان بقى تعالوا شوفوا كمان يعني الدوناتس انا ابني جاب منه تحفه 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 جميل جدا سعره. يعني الاسعار طبعا انا مش عايزه اقول لكم عشان كل وقت بتتغير الاسعار كمان رخيصه جدا. الكرواسو الحاجات الجاتوهات التورتات كل حاجه فريش نظيفه. يعني طبعا مش محتاج اللي انا اتكلم عنه هو موجود في شارع الجلاء. طبعا احلى ايس كريم دقناه بجد بجد. والاستقبال هناك يعني ناس محترمين جدا. كل حاجه عندهم بصوا شايفين التقديم شايفين الشياكه شايفين الايس كريم عامل ازاي. والله العظيم هتتصدموا يعني واسعاره مش عايزه اقول لكم الاسعار رخيصه جدا بجد بجد. احلى ايس كريم دقته احلى نظافه واحلى طعم دقته في حياتي. وطبعا هو باثبت يعني اللي هو مش محتاج اللي حد يتكلم عنه. صفصف طبعا مش محتاج اللي حد يتكلم عن صفصف طبعا ده اشهر حد في شبين الكوم هتلاقوه موجود بيعمل حلويات بقى وايس كريم وطبعا يعني غني عن التعريف. طبعا هو حاجة كده تفتح النفس يعني ما شاء الله شايفين الحلويات عنده جميلة ازاي. يا رب بس الفيديو يعجبكم كده خلاص الفيديو بتاعي خلص. ان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير بإذن الله. مش هغيب عليكم كتير ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.